هتصدقني لو قلت لك ان انا جايب لك جهاز بشاشه اموليد 144 هرتز ومعالج محترم من ميديا تك وكاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل، صورها محترمه قوي، وبطاريه 5160 ملي امبير، وكل ده والموبايل معروف انه انحف موبايل بشاشه منحنيه في العالم، وسعر الجهاز 10000 ونص بس. كل ده موجود في انفينكس هوت 16 برو بلس. ويلا نبدا علشان ما اطولش عليه. جبنا الجهاز، يبقى نفتح الكرتون، واول ما تفتح علبة الموبايل هتلاقي سكرينة وجراب مع الموبايل وراس الشاحن بسرعة 45 واط ووصلة تايب سي. وطبعا انفينكس مميزة نفسها بكل الحاجات دي، لان اغلب الشركات دلوقتي ما عادتش بتحط اي حاجة مع الجهاز. تعال بقى للتصميم، والموبايل جايب نفس تصميم النسخة اللي فاتت، لكن المرة دي الشاشة جاية بسمك 5.95 ملي. والأغرب بقى وزن الموبايل وزنه 155 جرام بس، يعني في حرفيا خف الريش. وصدقني لو حطيته في جيبك اللي ورا هتنسى انه موجود، وساعتها يبقى سلم على الشهداء اللي معاه. الإطار بقى جاي من المعدن درجة الطيران، يعني خفيف ومتين في نفس الوقت. والشاشة محمية بجوريلا جلاس 7 اي. ولو بتسأل عن التحمل فالموبايل اتعمل له اختبار سقوط من 1.5 متر، والموبايل حصل على مقاومة المية والأتربة بمعيار IP65، يعني تصميم شيك قوي وهيستحملك ما تخافش. تعال بقى للشاشة، والجهاز ده أول موبايل يجي بشاشة منحنية في الفئة السعرية ديت، وكمان أنحف موبايل بشاشة منحنية في العالم. يعني انفينكس بتعمل شغل جامد قوي بصراحة. الموبايل جايب شاشة أموليد بحجم 6.78 بوصة بدقة 2K تقريبا، وكثافة بكسلات 440 PPI، معدل تحديث 144 هرتز، واستجابة لمس سريعة قوي 240 هرتز، وسطوع الشاشة بيوصل ل 4500 نتس في أماكن معينة طبعا تحت الشمس، يعني مش هتعاني من الرؤية خالص. وبصراحة الشاشة هنا رايقة قوي، والوانها جميله كمان، وهتشوف تشبع عالي في الصور اللي فيها الوان كتير، ومشاهده الفيديوهات برضه هتكون كويسه معاك. تعالى بقى للاداء والاستخدام اليومي، وبصراحه انفينكس حتى معالج محترم قوي في الموبايل جايب معالج ميديا تك هيليو جي 200 بتقنيه 6 نانومتر، مع نظام تبريد ب 11 طبقه حراريه بيقلل السخونه حوالي 5 درجات تقريبا. وطبعا جربنا الالعاب التقيله على الموبايل زي بابجي وكول اوف ديوتي، وشغل معظم الالعاب على 60 فريم، وبابجي 60 فريم برضه. وصدقني هتاخد اداء كويس قوي ومفيش تهنيج. وبالنسبه لسعر الموبايل عايز اقول لك ان بيقدم اداء جبار بصراحه. اما الكاميرا بقى فالموبايل جايب كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل من سوني IMX 882، ومعاها خوارزميات معالجه جديده من انفينكس تدعم التصوير الليلي والاي اي رو، وهتصور على 2x والجوده مش هتقل. وفي حاجه بقى الشركه ضافتها، في فلاش حوالين العدسه الثالثه، شكل جمالي للموبايل، وده طبعا انت اللي بتخصصه مع الاشعارات او المكالمات وشحن الموبايل. وبصراحه مدي شكل رايق قوي للجهاز. اما الكاميرا الاماميه بقى فجايه بدقه 13 ميجا بكسل، وصدقني لازم تكون الاضاءه عاليه، عشان لو الاضاءه مش كويسه مش هتاخد احسن اداء بصراحه. لكن انا شايف ان بالمجمل كده الجهاز محترم قوي. نروح للبطارية بقى، وبصراحة أنا قلت إن البطارية هتكون أي كلام علشان المواصفات اللي شفناها من شوية دي، بس الشركة أحرجتني بصراحة. والموبايل جايب بطارية 5160 ملي أمبير، ومعاها شحن سريع 45 واط هايبر تشارج. الموبايل بيشحن من 0% ل 100% في ساعة تقريبا، والبطارية أدائها كويس أوي بصراحة. يعني لو فضلت تلعب مثلا ألعاب كتيرة زي بابجي أو كده، الموبايل ممكن ينقص في ساعة تقريبا 12% بس، وده أداء محترم بصراحة. وكمان الشركة قالت إن البطارية هتعيش معاك 5 سنين مع الشحن اليومي، وده بسبب تقنية مضافة في الجهاز جديدة بتحافظ على الكثافة والفعالية للبطارية. تعالى بقى نشوف السوفت وير والمميزات اللي ضافوها في الجهاز الجديد. الموبايل بيجي باندرويد 15 مع واجهة XOS 15.1، والشركة ضافت زرار مخصص للاي اي اسمه فولاكس تقريبا، بيديك مميزات ذكية زي ترجمة بالكاميرا واي اي ريزر اللي تمسح بيها الحاجات من الصورة وكده. والجهاز اكيد بيدعم جوجل جيميني، وكمان الموبايل واخد شهادة TOV لجودة الاستخدام 60 شهر، واخد تحديثات اندرويد لحد اندرويد 18، يعني هيجيلك تحديثات لفترة كويسة أوي. والموبايل طبعا بيجي بسماعات ستيريو صوتها كويس قوي بصراحة، ومش هيضايقك يعني. وبصراحة انا شايف ان الموبايل مش ناقصه حاجة غير انه يبقى معاك بس. وبس كده انا عملت اللي عليا. ما تنساش انت كمان بقى تعمل لايكك الجميل والسبسكرايب الاجمل، وتكتب لي في التعليقات عاوز موبايل ايه الفيديو الجاي. سلام.